وحش، انا عارف ان انا ماليش نصيب في حاجه، انا حظي قليل، انا الدنيا كلها بصالي في حياتي، انا مفيش حاجه بتكمل لي على خير، انا ونفضل داخلين بقى في دوامه من انا ونحس ان الكون كله ضدنا، وهو اصلا الكون مش ضدنا. هو ربنا ما أردش ان الحاجه تكمل لسبب معين، ربنا هيعوضنا. من قريب حصل لي موقف خلاني اخد بالي من حاجه مهمه جدا، وهي مش كل حاجه ما تكملش او كل حاجه كان نفسنا فيها وما تحصلش يبقى معنى كده ان احنا ننكم ونبقى كارهين حياتنا، ونفضل نقول لي يا رب الحاجه دي ما حصلتش، يا رب انا كان نفسي فيها، هو انا عملت ايه وحش، انا مستاهلش كل اللي حصل لي ده، وان احنا نبقى في حاله تذمر. انا في حاجه كان نفسي فيها جدا 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 وما حصلتش، بس سبحان الله الحاجه الوحيده اللي كانت في دماغي وقتها هي في الاخذ عطاء، والكلمه دي في الاخذ عطاء بقت عماله تتردد في دماغي تتردد. فانا لقيت دماغي بتفكر فيها بعمق كده، في الاخذ عطاء، ان ربنا خد مني الحاجه دي مش عشان خاطر ربنا بيعاقبني، مش عايز يحقق لي اللي انا بتمناه، ولا انا حياتي واقفه، ولا كل حاجه بايظه وكل حاجه وحشه في حياتي. لا، بقت في الاخذ عطاء، معنى كده ان ربنا ما ادانيش الحاجه دي عشان ربنا عالم ان الحاجه دي هتبقى سبب تعبي، سبب شقائي، سبب حزني. الحاله دي هتخليني بدل ما تخليني في حاله من الفرحه هتخليني في حاله من الحزن، الضغط النفسي. فبقى سبحان الله في دماغي كل ده، يعني كأن ربنا ألهمني في نفس الوقت ده ان انا افكر كده عشان ما ازعلش، لان فعلا الحاجه دي كنت عايزاها جدا جدا ومرتبه حياتي كلها عليها، وعامله حسابي ان لما يحصل كذا انا هعمل كذا وحياتي هتمشي بطريقه معينه. فسبحان الله ربنا اراد ان هي ما تكملش. هل كده ربنا عايز يعاقبني؟ لا، اكيد ربنا عارف ان الحاجه دي مش خير ليا في الوقت اللي انا فيه ده، اكيد ربنا عارف ان الحاجه دي لو جت هي هتتعبني اكتر ما هي هتفرحني، لو جت في الوقت ده مش مناسب ليا، يمكن ربنا شايلها لي لوقت تاني انا اكون مستعده فيه اكتر من دلوقتي، يمكن ربنا هيكافئني بحاجه تانية احسن منها. يا جماعه بجد احنا دايما بيبقى خيالنا قد كده واحنا بنبقى باصين لنعم قد كده، في الاخر ربنا بيبقى شايل لنا حاجه كبيره جدا جدا من كتر حلاوتها، هي اصلا ما بتجيش في دماغنا ان ربنا يرزقنا بيها. وقلت اضعف الايمان خالص، يعني حتى ربنا لو ما عوضنيش عن الحاجه دي هعتبر ان انا مثلا عملت ذنب فربنا ابتلاني الابتلاء ده مغفره ذنوب ليا، ففي كل الحالات انا اللي كسبانه، يعني ربنا مش بيعاقبني، وحتى لو ربنا ابتلاني بحاجه عشان يغفر لي ذنوبي في الدنيا، طب ما الحمد لله. فعايزين نتقبل شويه ان احنا مش اي حاجه تحصل لنا في حياتنا ندخل في حاله تذمر. طبعا طبيعي جدا جدا ان احنا نزعل